السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي جاهزية فريقه للفوز أمام نادي أولمبيك أقبو في الدور ثمن النهائي من منافسة السيدة الكأس. وقال مهدي رابحي في تصريح له للتلفزيون العمومي عقب الكشف عن هوية المنافس في الدور القادم من منافسة كأس الجزائر في كل المنافسات: تؤكد لنا أن الفائز هو المتأهل حتما إلى الدور القادم. من جانبي فقط أتمنى أن تسود الروح الرياضية فقط. كما أضاف رئيس شباب بلوزداد: المباريات ستكون جميلة وستلعب بملاعب جميلة بحكم المنشآت الجديدة بداية من الدور الربع النهائي، ونتمنى أن تكون فنادق. نشكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويسعى فريق شباب بلوزداد للفوز بالمباراة القادمة في الكاس على أمل رد الاعتبار لنفسه، خاصة بعد تضييع النقاط الثلاث في البطولة أمام نادي اتحاد العاصمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.